كلامي موجه للكابتن جمال عبد الحميد. enough is enough. انت ما بتزهقش، بقالك فوق ال 30 سنه داخل على 40 سنه ماسك اغنيه الاهلي مشاني. هل انت هتكسب ايه؟ يعني انت ايه فايدتك؟ ايه فايده الكلام دوت؟ اللي ستر ربنا ما بيفضحوش الناس. انا اول مره اشوف واحد بيستفز الملايين عشان خاطر الناس تنبش في الماضي، والناس عارفه ان كان عندك مشاكل سلوكيه وانت صغير، وتتكلم عليك وتجيب سيرتك وانت راجل تبلغ من 68 سنه. يعني ربنا يديك الصحه يا رب. وعملت تاريخ عظيم في الزمالك، عايز تاني ايه؟ يعني حتى ربنا سترها عليك ووفقك ورجعت من اصابه قاتله تبطل اي لعيب، وربنا وفقك وكنت ماشي في طريق غلط وربنا كرمك وبعدت عنه وخلاص، وربنا وعملت تاريخ عظيم في الاهلي وفي الزمالك. فانت ليه مصر تنبش عشان الناس تجيب لك الماضي بتاعك السيء اللي كان فيه كوارث؟ يعني كابتن جمال عبد الحميد مش من الاهلي، عنده حوالي 26 سنه. فحديث موجود عندكم الروابط هحطها في حلقات. اللي كان بيدربك مع الله يرحمه الكابتن احمد رفعت بمحمد عباس زميل بمصطفى بكابتن مصطفى يونس اللي كان زميل الملاعب وكان الكابتن بتاعك. ف بمختار اللي اتكلم عليك وقال ان كان عندك، كلهم اتفقوا وقالوا ان كان عندك مشاكل وبلاوي كعلاقات نسائيه وبتاع. فانت ليه مصر ان الناس تجيب سيرتك في حاجه زي كده وانت في السن دوت، وانت عملت تاريخ عظيم في الزمالك وانت كنت نجم منتخب مصر وربنا كرمك خلاص خلصت اوفر. يعني كتير قوي. يعني هو حد موصيك ان انت ايه هين في الاهلي، اتكلم على الاهلي، قول دايما ان هم غدارين ووحشين ورموني وخدوني لحم ورموني عظم؟ لا كده ما حصلش. وانت عارف انت بتتكلم. انا عايز الناس تبقى تشوف الروابط تحت في الكومنتات بتاعت حلقات. انت نفسك قلت ان انا اتغيرت وبقيت انسان كويس وكنت ماشي في طريق غلط. يعني مثلا حضرتك كابتن محمد عباس لما اتكلم لما كانت حضرتك في الاهلي وانتوا لسه شباب 21 سنه 22 سنه، كان العرف ان كل كابتن كبير بياخد 2 لعيبه يبيتهم عنده لما يكون ماتش مهم زي معسكر كده داخلي في البيت عنده. كل لعيب نجم كبير بياخد 2 صغيرين بيبيتهم عنده او كده. كان عرف قبل مباراه الزمالك. ورحت عند كابتن خطيب كان قاعد في العجوزه وما كانش لسه اتجوز وكده، وخرجت حضرتك بالليل وسهرت في نايت كلاب ولا كباريه مع حريم وكده وصوروك، واختفى الكابتن جمال عبد الحميد والاداره عرفت. مشيت طلعت الساعه 11 وجيت الصبح، وانت اللي عارف لانه انت الثلاثه اللي كنتوا قاعدين في الشقه، وعارف ايه السبب ان هي الاداره لغيتك خالص من كيان ومن فريق النادي الاهلي من السكواد، وانت كنت وقتها لاعب اساسي في النادي الاهلي. ده انت بق ناس كانت مزاملاك، مش كل الناس دي كلها ضدك. كلامك كمان مع الكابتن ابو رجيله الاب الروحي والراجل العظيم اللي رباك واللي احياك من جديد. لما رحت الزمالك قال لك يا كابتن، هو وكابتن احمد رفعت الله يرحمه قعدوا معاك وقالوا لك شوف ايه اللي كان بيخليك تتالق في الاهلي، وشوف ايه اللي كان خلاك انتهيت في الاهلي، وان هم يعني بمعنى يستغنوا عنك بسبب غلطات قاتله او سلوكيات. الكلام بين السطور يعني وتوقف عن هذا. ووعدتهم ان انت هتتوقف عن هذا. شوف لما راحوا جابوك من اسم عابدين، لما كنت بعد ما مشيت قلت انا عايز اجيب لها اكل واروح اوديه لها الاسم ده. حضرتك ده من كلام كابتن ابو رجيله، وبرده الرابط موجود تحت، مش بنألف ولا بنضايق عليك. حوارك في اليوم السابع اللي هو عشت احلى ايام حياتي مع فيفي عبده. فانا ما اعرفش برضو انت ليه مصر ان انت كل دوت تمحيه وتقول الاهلي رماني. الاهلي ما رماكش. الاهلي لما اتصبت في دخله اكرامي قال لك تيسير الهواري واداره الاهلي تكفلوا بعلاجك وكان على احسن ما يكون. كلام كابتن مختار. ولا انا مش عارف ليه جمال عبد الحميد مصر ان هو يتكلم بهذا الشكل عن الاهلي، وان هو رماني وان هو ما عالجنيش وان انا قلت لهم عايز فلوس ما ادونيش فلوس والكلام الفارغ دوت. ليه ما قلتش كابتن لما انت ببقك انت ومصطفى يونس لما كنتوا قاعدين في برنامج من 6 سنين وبتقول لما جابوا الجوهري وعبد العزيز عبد الشافي زيزو وعايزينه يبطل كوره، قلت لهم ده لاعب موهوب نقومه. واحد عنده 21 سنه عايزين يخلوك تبطل كوره وتعتزل ليه؟ عشان سيء السلوك. يعني خليك تبطل كوره ليه؟ غيرانين منك مثلا وهم المدربين، وانت كنت لعيب اساسي في السكواد ولاعب لا احد ينكر ان انت هداف ومهاري. عشان عندك مشاكل بالجمله، كان في فضايح بالجمله وصور وبتاع وصور في كاميرات وكده. مصر ليه تجيب الاهلي بجمله هو اللي كان الجبنه وهو اللي كسر ظهري وهو اللي غدر بيا؟ محدش غدر بيك. واللي انا ما شفتش حد اللي ربنا ستره والعمر عدى هو مصر
ينبش ويستفز جموع من البشر، مع ان المفروض يا رب اكرمنا بحسن الخاتمه. اتمنى ان انت الفكر دوت ينتهي، واتمنى ان انت مش هتاخد بونص يعني. مش هقول لك اللي جبت سيره الاهلي يعني لما تتكلم. انت كنت نجم واسطوره في الزمالك، وكنت نجم ولاعيب كبير في الاهلي، وليك تاريخ عظيم وشرف. ليه مصر تلوثه؟ ليه بتخلي الناس تنبش في الماضي بتاعك؟ استقيموا يرحمكم الله. شكرا.